صباح الخير او مساء الخير على حسب ما هتسمعوا الفيديو. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست المراية. وانا ناوية انا وانتوا نقف قدام المراية ونعرف ايه الحكاية. يلا بينا. في ناس كده اول ما تدخل حياتنا بتخطف قلوبنا، واحدة واحدة بيقربوا لينا وبيبقوا حاجة كبيرة اوي في يومنا. اول ما بيحصل حاجة بنجري عليهم نحكي لهم، دايما شايفينهم مرايتنا. ما ينفعش اي يوم يعدي من غير ما نكلمهم. واحدة واحدة بنتعلق بيهم، وبنتعلق بيهم جامد كمان. طب اقول لكم على حاجة، ده ما بيبقاش تعلق كمان، ده بيبقى ادمان. لان اليوم اللي مش بيتكلمونا فيه بنحس ان في حاجة غلط، زي المدمن اللي مستني ياخد الجرعة ولو ما خدهاش بتحصل معاه اعراض انسحابية فظيعة جدا. ولو انت في المرحلة دي دلوقتي احب ابشرك ان الناس دي هتخرج من حياتك فجأة وبدون مقدمات، وهتسيبك وهتمر بالاعراض الانسحابية دي. مهما حصل مفيش حد بيبقى في حياتك طول العمر، هيجي عليه وقت وهيسيبك. ومعلش، انت السبب، انت اللي ارتبطت بيهم ارتباط مرضي، انت اللي وقفت حياتك عشانهم وعلشانهم، فتستاهل اللي هيحصل لك. وعلى فكرة ده درس مقصود، ودي حكمة من ربنا لينا كلنا. عارفين ليه؟ عشان ما نتعلقش بحد غير بربنا، ما نتعلقش بالمخلوق ونتعلق بالخالق اللي في ايده كل حاجة. فاوعى تربط سعادتك بشخص مهما كانت غلاوته عندك او مكانته عندك، لانه ببساطة ممكن يسيبك لما يلاقي بديل افضل. لكن الوحيد اللي مش هيسيبك وهيفضل جنبك وقت الشدة هتلاقيه، ويوم ما تخبط على بابه هيجاوبك وهيسندك، هو ربنا. لأن هو اللي خلقك، وهو أحن عليك وأقرب ليك من حبل الوريد. مش كده ولا إيه؟ وأشوفكوا بقى في الحلقة الجاية من بودكاست المراية. باي باي.